النهاردة كلنا هنكون على الميعاد مع مباراة عربية عالمية نارية حرفيا. الأخضر السعودي في عقر داره هيكون مع أسود الرافدين العراقيين. يا ترى مين اللي هيحسم المباراة التاريخية دي؟ هل منتخب العراق هيكرر الإنجاز اللي عمله من 40 سنة لما حسم تأهله لمونديال المكسيك سنة 86 من السعودية قصاد سوريا؟ ولا الأخضر السعودي هيكون تأهله السابع للمونديال عن طريق العراق؟ مباراة خارج التوقعات تماما. اللي يقول ان السعودية هتقدر تفوز على العراق يبقى غلطان، واللي يقدر يقول ان العراق في امكانه انه يفوز على منتخب السعودية في عقر داره في جدة يبقى برضه غلطان. مباراة خارج التوقعات، ومباراة السعودية والعراق حرفيا هيعملوا فيها اداء ناري جدا. المباراة دي هتتفوق في قوتها طبعا على نهائي كاس اسيا 2007. منتخب العراق إذا حقق التأهل الثاني للمونديال هيكون أكد تفوقه على الأخضر السعودي في تاريخ المواجهات اللي ما بينهم. أما منتخب السعودية إذا نجح إن هو يفوز في مباراة النهاردة أو إن هو يتأهل للمونديال هيكون معنويا قدر إن هو يقتص من هزيمة كأس آسيا 2007. لكن أكيد دي مباراة قوية جدا ومباراة للتاريخ ما بين أسود الرافدين وما بين الأخضر السعودي.